تخيلوا حد يجيله جايزة نوبل ويرفض يسافر. نجيب محفوظ. نجيب محفوظ جاله جايزة نوبل ومرضيش يسافر عشان مش بيحب السفر وما بيحبش المظاهر، لكنه اعتذر للجنة بطريقة لطيفة وخلى بناته الاتنين فاطمة وأم كلثوم وكمان معاهم الكاتب الصحفي محمد سلماوي يروحوا يستلموا الجايزة بالنيابة عنه. نجيب محفوظ اتولد في حي الجمالية بالقاهرة في 11 ديسمبر سنة 1911. والده عبد العزيز إبراهيم كان بيشتغل موظف وكان قارئ للقرآن الكريم، لكنه ما قرأش أي كتاب تاني خالص. لكن نجيب محفوظ كان ليه رأي تاني. درس نجيب محفوظ في جامعة القاهرة وأخد ليسانس الفلسفة، وبعدها بدأ يحضر رسالة الماجستير عن الجمال في الفلسفة الإسلامية. وبعدين غير رأيه وقرر يركز على الأدب. نجيب محفوظ فضل يكتب من الثلاثينات لحد 2004، وكان لازم يبني القصة كلها الأول قبل ما يبدأ كتابة الرواية. فتعرف عن روايات نجيب محفوظ إن الخلفية الرئيسية لأحداث الرواية والشخصيات بتكون دايما مصر. يا ترى إيه اللي ميز روايات نجيب محفوظ عن غيرها؟ عشان رواياته كانت بتدخل قلب اللي يقراها لدرجة إنه بيحس إنه عايش جواها فعلا. ده غير إنه كان صادق في الكتابة، لا تزييف ولا تأليف، وما كانش بيحكم على الناس ويصنفهم. ومن أشهر رواياته الثلاثية وأولاد حارتنا وروايات تانية كتير. نجيب محفوظ يعتبر عملاق الرواية العربية، ومن أكتر الأدباء اللي انتقلت روايته للسينما والتلفزيون، وكان أول عربي ياخد جايزة نوبل. ده غير ألقابه كتير، منها سيد الواقعية التفصيلية والرجل الساعة وتشارلز ديكنز مصر. شايف الدنيا ازاي؟ سؤال اتسأل لنجيب محفوظ مرتين، وأول رد منه لما تم 90 سنة عشنا وشوفنا العجب، والمرة التانية لما تم 93 سنة قال مش قادر أشوف العجب. وبعد 70 سنة من مشوار طويل لنجيب محفوظ اتوفى 30 أغسطس سنة 2006.